السلام عليكم أصدقائي المشاهدين أينما كنتم، أرحب بكم. قبل التطرق إلى هذه المواضيع الرياضية، أود منكم أن تقوموا بدعمي على نطاق واسع في مختلف المنصات على التيك توك، وكذلك فيسبوك، بالإضافة إلى انستغرام واليوتيوب. أصدقائي المشاهدين، شاهدنا اليوم مباراتين في دور الرباع بين المنتخب المغربي والمنتخب السوري، الذي تمكن من إثرها المنتخب المغربي من التأهل بصعوبة، إذ شاهدنا المباراة طوال 90 دقيقة. كانت مباراة دفاعية من طرف المنتخب السوري، الذي كان تكتيكيا جيد، ولكن بعد عديد من المحاولات تمكن المنتخب المغربي من التر كرة مرتدة من الحارس، وتمكن أزارو من تسجيل هدف التفوق، وبالتالي التواجد في دور النصف في انتظار طبعا إما الجارة الجزائر أو المنتخب الإماراتي. في مباراة أخرى تمكن كذلك الأخضر السعودي من التأهل بصعوبة أمام المنتخب الفلسطيني ب2-1. المباراة عرفت تمديد إلى 120 دقيقة، وتمكن الأخضر السعودي عن طريق اللاعب كنو من حسم المباراة في آخر ال3 دقائق من الشوط الثاني الإضافي. إذا غدا كذلك ستكون مواجهة بين الأردن والعراق والجزائر والإمارات. مباراة الأردن والعراق ستكون في الساعة 3:30، بينما مباراة الجزائر والإمارات ستكون في الساعة 6:30. كل التوفيق للجارة الجزائر. طبعا تآلت الجزائر ستكون في ملاقاة المنتخب المغربي في دور النصف، وسيتكرر المشهد السنة الماضية، وهي فرصة للمنتخب المغربي من أجل رد الدين والثأر إلى هذه المباراة. إذا كذلك اليوم شاهدنا السيد وليد الأقراقي الذي طرح التشكيلة الرسمية التي ستكون حاضرة في كان أفريكان المغرب مطلع الأسبوع القادم. كما تعرفون، التشكيلة التي كانت نوعا ما كانت متوقعة نظرا لما شاهدنا في التجمع الأخير، بداية بالحراسة ياسين بونو ومنير الكجوي، بالإضافة إلى المهدي الحرار. هذا الثلاثي كان متوقع. كذلك في خط الدفاع هناك أشرف حكيمي، محمد الشيبي، كذلك جواد اليميق ورومان سايس وعبد الحميد أيت بودلال، بالإضافة إلى نايف أجرد، أدم مسينا، نصير مزراوي، وانيس صلاح الدين. طبعا هذا اللاعب قدم مستويات عاليه في الفتره الاخيره. في خط الوسط كذلك نجد اسامه تغالين وسفيان المرابط، بالاضافه الى اسماعيل الصباري، نايل العيناوي، بلال الخنوس، وكذلك عز الدين أناحي، هذا اللاعب الذي نعول عليه كثير في هذه البطوله. في خط الهجوم نجد كذلك ابراهيم دياز، الياس اخوماش، ماسين عفوا دعوني شمس الدين الطالبي، يوسف النصيري، كذلك أيوب الكعبي، سفيان الرحيمي، عبد الصمد الزلزولي، وإلياس بن صغير. هذا اللاعب بن صغير لم يشارك لفترة طويلة، تقريبا ل6 مباريات رفقة فريقه، وبالتالي ربما الجاهزية ستكون قليلة نوعا ما من هذا اللاعب. فيما احتياطيون يوسف بن العمري وحمزة إيجمان في حالة ما تم إصابة أحد اللاعبين في صفوف المنتخب الوطني. طبعا هذه هي التشكيلة الرسمية. لن يكون حاضر لا زياش ولا بوفال الذي كان يطالب بهم بعض الجماهير. صراحة كنا نمني النفس أن نشاهد حكيم زياش في الكان المغربي، ربما حتى نقول أنه فرصة لحكيم زياش لختم الكرة المغربية بتتويج بالكان، ولكن هذه الأمور لم تتم بعد. إذن هذه هي التشكيلة. دعوا لنا في التعليقات ما رأيكم في هذه التشكيلة التي وضعها وليد القراقي، وهل هناك أمل كبير في التواصل، أو عفوا هل هناك أمل في التتويج بكأس أفريقيا وإبقاء هنا بمدينة الرباط؟